ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد ومقارنة جديدة انتوا طلبتوها في الكومنتات. ان شاء الله المقارنة بتاعت النهاردة ما بين هاتف بوكو اكس 5 برو ال 5 جي الجديد وما بين هاتف سامسونج جالاكسي اي 73 ال 5 جي بس بتاع السنة اللي فاتت. الهاتفين يعتبروا من اقوى الهواتف الموجودة في الفئة السعرية الاقتصادية في الاتنين او كل واحد في شركته. يعني البوكو اكس 5 برو يعتبر من افضل الاجهزة في الشاومي، والسامسونج جالاكسي اي 73 من افضلهم فئة اقتصادية برضه في السامسونج. فتعالوا زي ما احنا متعودين نتكلم عن اوجه التشابه ما بين الاتنين، لان تقريبا 50 او 60% الاتنين متشابهين في حاجات كتير جدا، وبعديها طبعا هنتكلم عن اوجه الاختلاف او مين فيهم افضل من التاني وكل واحد فيهم بيدعم كام فريم في بابجي، وبعديها نشوف ايه اللي موجود داخل كل كرتونة فيهم. خلينا نبتدي بأول نقطة السامسونج والبوكو متشابهين فيها، هو التصميم بتاعه، لأن هنا وهنا الظهر مصنوع من البلاستيك والفريم أو الإطار الجانبي مصنوع من البلاستيك فقط، الشاشة هي اللي زجاج. طبعا الاتنين بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والثالث والتاني. التشابه الثالث وهو ان سرعة الانترنت في الشبكه ال 5 جي برضه في الاثنين واحد، لانها 3.7 جيجا بايت في الثانيه الواحده. ومن الحاجات الجميله كمان في السامسونج اي 73 والبوكو اكس 5 برو ان وزنهم الاثنين واحد، 181 جرام. اما بقى حجم الشاشه في الاثنين برضه واحد، لانه 6.67% انش، وكمان دقه الشاشه في الاثنين نفس الشيء، لان دقه الشاشه هنا وهنا 1080 في 2400 بكسل. برضه معدل تحديث الشاشه في البوكو اكس 5 برو والسامسونج جالاكسي اي 73 120 هرتز، وكمان الشاشه دي عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5، والبوكو برضه الشاشه عليها طبقه حمايه من جوريلا جلاس 5 علشان تحميهم من الخدوش. النقطة رقم 6 اللي السامسونج والبوكو متشابهين فيها هو المعالج أو السرعة بتاعة الهاتف. ليه؟ لأن المعالج في الاتنين واحد، كوالكوم سناب دراجون 778 جي 5 جي بمعمارية 6 نانو أوكتا كور. كمان معالج رسوميات الجي بي يو المسؤول عن الجرافيكس في السامسونج اي 73 والبوكو اكس 5 برو واحد، لانه ادرينو 642 ال. نقطة رقم 8 اللي الاتنين متشابهين فيها برضو هو مساحة التخزين، لان ده بيجي 128 جيجا او 256 جيجا السامسونج، كذلك البوكو بيجي 128 جيجا و256 جيجا. سرعة الجهاز في الاتنين واحد، لان البوكو اكس 5 برو بيجي منه 6 رام و8 رام، كذلك السامسونج جالاكسي اي 73 برضو بيجي منه 6 رام و8 رام. طيب خلينا ننتقل برضو النقطة رقم 10 اللي اتنين متشابهين فيها، هو التصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية، لأن السامسونج جالاكسي اي 73 الكاميرا الخلفية بتاعته تقدر تديك فيديو بجودة 2160 بكسل اللي هي 4K أو 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. كذلك برضو بوكو اكس 5 برو تقدر تصور 4K وفول اتش دي. والاثنين من خصائص الكاميرا الخلفيه فيهم ان فيها تقنيه الاي اي اس، تقنيه التثبيت الرقمي، عشان لو بصور فيديو بالتليفون ده او بالتليفون ده وايدي اتهزت او اتحركت وانا بصور الفيديو هيطلع ثابت. كمان بالكاميرا الخلفيه في الاثنين تقدر تصور فيديو سلو موشن بحركه بطيئه. السماعات الخارجيه الموجوده في البوكو اكس 5 برو نوعها ستيريو، فالتليفون صوته عالي جدا. كذلك السامسونج اي 73 السماعات الخارجيه اللي موجوده فيه برضه نوعها ستيريو، فالتليفون صوته عالي. طبعا زي ما انتم شايفين منفذ الشحن في البوكو يو اس بي تايب سي علشان يدعم الشحن السريع، برضه في السامسونج منفذ الشحن يو اس بي تايب سي علشان يدعم الشحن السريع. ولكن خلي بالكم لان نقطه الشحن السريع دي فيها اختلاف هنروح له لما نروح عند نقطه الاختلافات. طبعا السامسونج جالاكسي اي 73 والبوكو اكس 5 برو الاثنين بيدعموا خاصيه الان اف سي. نقطة رقم 14 متشابهين فيها هو المستشعرات اللي موجود هنا زي التسارع، التقارب، البوصلة والجيروسكوب. أما بقى بالنسبة لآخر نقطة الاتنين متشابهين فيها وهي رقم 15 البطارية. سامسونج جالاكسي اي 73 بطارية 5000 ملي أمبير، البوكو اكس 5 برو البطارية 5000 ملي أمبير. دي كانوا 15 نقطة متشابهين فيهم. تعالى بقى نتكلم على أوجه الاختلاف، أو بمعنى أصح مين فيهم أقوى. طبعا اول نقطة هنتكلم فيها في اوجه الاختلاف ما بين الاتنين وهي الشاشة. ليه؟ لان السامسونج جالاكسي اي 73 الشاشة بتاعته سوبر اموليد بلس، بخلاف البوكو اكس 5 برو اللي شاشته اقل لانها اموليد. طبعا اموليد مش وحشة، ولكن دي السوبر اموليد بلس يعني افضل. كمان مقاومة الماء والغبار، السامسونج
A73 مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 67. يعني التليفون ده بتاع سامسونج يتحمل 30 دقيقة في المية على عمق 1.5 متر بشرط انها تكون مية عذبة، بخلاف البوكو اكس 5 برو اللي للاسف ما يتحملش. هو مقاوم لرذاذ الماء بس، جه عليه مية مطر مفيش مشكلة، لكن ما تقدرش تحطه في المية لمدة 30 دقيقة زي السامسونج. كمان النقطة الثالثة اللي سامسونج متفوق فيها، وهو انك تقدر تزيد هنا ميموري كارد مكان الشريحة الثانية في السامسونج. اقدر احط ميموري، اما البوكو اكس 5 برو للاسف ما تقدرش تزيد ميموري كارد. احنا قلنا هو 128 او 256، لو المساحة خلصت هتضطر اللي انت تمسح من المساحة اللي عندك. خلينا بقى نروح لنقطة برضو السامسونج متفوق فيها، وهي العدسة الامامية او كاميرا السيلفي. السامسونج A73 كاميرا السيلفي بتاعته 32 ميجا بكسل، اقدر اصور بيها فيديوهات بجودة 4K بالعدسة الامامية. اما البوكو اكس 5 برو الكاميرا الاماميه اقل لانها 16 ميجا بكسل فقط، وللاسف اعلى تقنيه في تصوير الفيديو في البوكو هي فول اتش دي. طيب خلينا بقى ننتقل للكاميرا الخلفيه. السامسونج جالاكسي A73 1 2 3 4 عدسات مع الليد فلاش. بوكو اكس 5 برو 1 2 3 3 عدسات بس مع الليد فلاش. طيب هتفرق معايا في ايه؟ خلينا نبتدي بالسامسونج. 108 ميجا بكسل، هنا 108 ميجا بكسل برضو مفيش اي مشكله. الكاميرا الرئيسيه الترا وايد انجل او التصوير بزاويه واسعه 12 ميجا بكسل في السامسونج، هنا في البوكو 8 ميجا بكسل فقط. وعندك بقى عدستين 5 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل، واحده لعزل الخلفيه وواحده للماكرو. اما البوكو للاسف مفيش فيه عزل الخلفيه، في بس ال2 ميجا بكسل بتاعت الكاميرا، ومفيش الكاميرا الرابعه اللي هعزل بيها الخلفيه. دول كانوا 6 نقط واضحين السامسونج جالاكسي A73 بيتفوق فيهم على البوكو اكس 5 برو. طيب في ايه تاني مختلفين فيه؟ النقطة رقم 7 متفوق فيها البوكو هو ان فيه منفذ للسماعة السلك AUX موجود هنا، بخلاف السامسونج اللي ما فيهوش اي منفذ للسماعة السلك. كمان قوة الشحن في البوكو اكس 5 برو اسرع لانها 67 واط. احنا اتفقنا ان البطارية هنا وهنا 5000، ولكن البوكو اكس 5 برو قوة الشحن 67 واط، بخلاف سامسونج A73 اللي هي اقل لانها 25 واط فقط. اما اصدار البلوتوث سامسونج 5.0 البوكو 5.2. معنى المقارنه دي ايه؟ هم في 15 نقطه متشابهين فيهم و9 مختلفين فيهم، وواضح جدا ان السامسونج متفوق. بص معناها اذا انت بتدور على هاتف تكون الكاميرا الخلفيه والاماميه بتاعته اقوى، طبعا السامسونج. لو بتدور على هاتف تكون الشاشه فيه افضل والوانها وجودتها اعلى، برضه هيكون السامسونج متفوق. اما لو انت بتدور بس على الجهاز الاجدد والبطاريه وايه اللي موجود داخل الكرتونه، هيكون هو البوكو هو الخيار الامثل. بالنسبه بقى اللي موجود داخل الكرتونه، البوكو اكس 5 برو موجود داخل الكرتونه كل حاجه. هتلاقي كفر شفاف موجود وكتيب التعليمات، وهتلاقي ادابتر الشحن اللي قوته 67 واط، واير الشحن اليو اس بي تايب سي، وكمان التليفون الشاشه بتاعته عليها شاشه حمايه او لزقه حمايه راكبه جاهزه. اما السامسونج جالاكسي A73 5G للاسف زي ما شايف الكرتونه ما فيهاش اي حاجه، ما فيش فيها غير واير الشحن التايب سي فقط مع الهاتف. دي كانت مقارنه سريعه، اللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ومقارنه جديده انتوا اللي تختاروها قريب. سلام.